سيدي الرئيس، نحن أمام قضية إهدار المال الخاص. هذا الكرب ليس له أي فائدة سيدي الرئيس، ولذلك أطالب بأقصى عقوبة على المتهم. محامي المتهم يتفضل. سيدي الرئيس، أنا زعلان أوي، بجد زعلان لأن أنتوا قبضتوا على أرخص مكمل ممكن أي شخص يشتريه، البطل الشعبي لأي واحد عنده نحافة، وهو الكرب. الكرب يا سيادة الرئيس هو اللي هيمد الجسم بمجموعة من النشويات مش قادر ياخدها من الاكل. الواحد يا ريس بطنه ما بقتش تقدر تستحمل 4 و5 اطباق رز، بس لو خدت سكوب واحد من الكرب هتدخل 27 جرام كرب. وكمان يا ريس رنا لون منزلاه بطعم الكولا، وسيادتك عارف ان الكولا مقاطعه، يعني بديل محلي وصحي، وكمان هيساعدك انك تطلع عضلات. وانا لا اختلف مع ممثل النيابه، ولكن انا حابب اقول حاجه بسيطه. لو انت محتاج تاكل 4 اطباق رز وكلت 3 اطباق وفاضل لك طبق، ممكن تاخد سكوب كارب يا ريس يعوضك عن النشويات اللي انت محتاجها. ولذلك اطالب بالافراج الفوري لموكلي. وحاجه كمان اخيره، راي الجمهور معانا، هل الكارب مذنب ام غير مذنب؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.